أروع طريقة راح تخدمي بها الخبز، راح يجيك مثل القطن. شوفوا الروعة، راح يجيك بنين بمكونات سهلة والطريقة أسهل. نحتاج في هذه الكيفية كأس من الحليب دافئ، كأس ماء دافئ، ملعقة خميرة خميرة الخبز، وملعقة سكر، وقليل من الخميرة الكيميائية يعني خميرة الحلوى. خلطوا المكونات جيدا وخلوهم 5 دقائق يرتاحوا. نديروا نصف كأس من الزيت وملح حسب الرغبة. نخلطوا المكونات. وهنا الفرينة مش هنعطيكم العبار لأن على حساب النوعية تاع الدقيق تاعكم. راح نلموا العجينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة طرية. هنا نضع الفرينة بالتدريج. هنا نديرو الزيت. هنا جاتني 2 خبزات. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة وراح تجربوها، اكيد راح يجيكم رائع. اللي مازال ما داش معي الاشتراك دير معي الاشتراك وفعل زر الجرس كل ما نجيب لكم جديد يوصلكم. هنا نديروا الدقيق او السميد عفوا، نفتحوا فيه الخبزة نتاعنا مع ورق الطهي. خلوها ترتاح نصف ساعة وبأطراف الأصابع راح تشكليها. شوفوا المنظر تاعها بعد كي تطيب راكم تشوفوا تجيكم رائعة. ورجعوا لي في التعليقات إذا عجبتكم، أكيد راح تعجبكم. تجيبي صفار بيض مع قليل من الحليب وقليل من الخل باش تروح منه الريحة. تدهني كامل الخبزة تاعك. والتزيين اختياري، أنا هنا درت حبة البركة. كما تحبي ديري جرجلان، تحبي ديري حبة حلاوة، ينسون يعني. أنا هنا درت حبة البركة فقط. دخلوها للفرن بعد ما سخن. والمنظر شوفوا الروعة. إن شاء الله تعجبكم طريقتي. وهنا بعد ما تخرجيها من الفرن ادهنيها بشوية زيت، راح تجيك طرية اسفنجية رائعة. المهم إذا عجبتكم طريقتي وعجبكم الفيديو أرجو أنكم تبارطاجوا لأكبر عدد وتدعموني بالاشتراك لمزاج ما دارش معي الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. واللي جاء ما تنسوا مجبا يطلع الفيديو لأكبر عدد. شوفوا المنظر. بصحتكم أعزائي وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.